طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا معكم مصطفى، وفي الفيديو ده هنكمل شرح سلسلة تصميمات السوشيال ميديا. فما تنساش اللايك والاشتراك وتابع معايا الفيديو عشان الفيديو ده هيفيدك كتير جدا عن تصميم بسيط وهيفيدك كتير. وهو التصميم هيكون احترافي جدا لو طبقت ورايا، ولازم تطبق ورايا عشان تتعلم بسرعة. أنا شخصيا حاليا بطبق ورا ناس عشان بتعلم بسرعة. فما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا بينا على الفيديو. رجعت لكم تاني مع مصطفى، وفي الفيديو ده هنتعلم هنعمل التصميم ده. هنروح على فايل نيو وهنكتب المقاسات دي وندوس كرييت. تمام، لو مش متظبطة معانا هندوس هنا كده ونظبطها كده اهو. تمام، نروح جايبين دي كده ونروح واقفين دي كده، عملنا المقاسات بتاعتنا. تمام، هنروح جايبين ده نروح موقفينه على دي كده، ثواني، نروح موقفينه على دي كده، هنجيب ده ونرميها هنا. تمام، هنروح عاملين لير جديد ونروح جايبين أداة البراش تول ونروح نخليها دي ونكبرها كده بالطريقة دي عشان نخليها مثلا على الدرجة دي ونخليها دي. نديها تكة كمان كده هنا. تمام، ممكن نديها كمان واحدة بالأبيض من كده، ونديها واحدة هنا كده كده، شكلها جميل وشكلها احترافي جدا. تاني حاجة هنروح على هنختار بقى ايه، هنختار اللي هو الشخص ده. تمام، نروح على جوجل وهنكتب، نخش على بنترست. طبعا شرح الموقع ده في الفيديو اللي فات. نروح على بنترست، هسيبه لكم في الوصف. هنكتب هنا كده مثلا اهو، ماشي. ممكن نخش على شخص قاعد وماسك لابتوب. تمام، ممكن ننزل تحت كده أو حاجات زي كده. ماشي، ممكن نخش على دي جاب لك أشخاص كتير. الموقع ده احترافي جدا وأنا بستخدمه في شغلي عامة. تمام، طب احنا عاوزين الراجل ده. ماشي، أنا منزله عندي هنا كده أهو. انت بنزل مع الموقع اللي أنا نزلت قلتلك عليه، نرميها هنا. عايزين نحدد بقى الشخص ونقص الصورة من ورا الصورة اللي ورا. نروح رايحين على select subject، هي هتحدد لنا الشخص دلوقتي بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دي اهي. طبعا في حاجات دخلت لجوه كده، في السلكت اللي اتعمل على الشخص. نروح بكل بساطة نروح واقفين على الحتة دي ونروح دايس نكبرها شوية كده، ونروح دايسين الت، او مش الالت بيدخل السلكت على الشخص من جوه اهو. الت انا دايس الت اهو، شوفها جابت لي علامة اللي هي الناقص دي، الزائد دي اللي هتزود لو هتزود حاجة زي كده بالطريقة دي اهو. كل ما انت بتقرب كل ما هي بتبعد سنة. وبكده كنا عملنا سيلكت على الشخص، ونروح واخدين كنترول جي من الكيبورد، تعمل لنا لير جديد، تاخد لنا كوبي من نفس اللير اللي احنا كنا عاملين عليها سيلكت، ونروح واقفين على دي، نروح دايسين ديليت. كده معانا الشخص اهو، نقف كده ومع كده معانا الشخص اهو بكل بساطة. طبعا لازم تروح تعمل له convert to smart object عشان ما يبكسلش معانا. نجيبها هنا كده بالطريقة دي، في سنترة في النص كده، ندوس ضغط. تمام، ممكن نكبرها شوية. ماشي، تاني حاجة في التصميم ايه،
هنجيب الايقونات دي، هنجيبها منين؟ زي ما قلت لك برضو، من على بنترست. خش على بنترست اهو، عاوز صورة تصاميم كتير سوشيال ميديا اهو، هتجيب لك التصاميم دي كده. او ممكن نكتب مثلا عاوز صور ايقونات، هيجيب لنا كده اهو اللي انت عاوزه بقى. اكتب بقى، طبعا انت ممكن المفروض تكتب لي هنا كده مثلا فيسبوك، هيجيب لك الايقونة بتاع فيسبوك اهو. تمام. اذا انت بقى تختار اي واحدة من دول. طبعا لو متعرفش بتنزل الصور دي ازاي، زي ما قلت لك في فيديو انا كنت عامله عن 7 مواقع احترافي لازم تستخدمه كمصمم. تمام. انا منزل ايقونات برضو، ممكن لو عاوز ايقونة مثلا يوتيوب تكتب هنا يوتيوب، هيجيب لك الايقونة. عاوز مثلا بتاع تويتر تويتر، هيجيبها لك اهي كل حاجة اهو. انستجرام جايبها لك اهي. تمام. انا كل دي منزله، هنروح هنا كده اهو، انا منزله هنا اهو. اهو طبعا برضه لينكد ان هتلاقيها معاك. ونروح لياسين ضم، ونروح رايحين سيلكت صديق، هيحدد لنا برضه نفس زي ما حدد لنا الصورة اللي فاتت على الشخص، هيحددها لنا بالطريقة دي. طبعا دي مفيهاش أي غلطة. هنروح دايسين كنترول جي كوبي من اللير، ونروح واقفين على دي، ونروح دايسين ديليت اللي احنا مش عاوزينها، نروح مصغرين دي كده، نروح مخلينا هنا كده، ناخد هيت روتيشن كده سنة كده. تمام. ونروح مظبطين دي نخليها تحت الشخص كده بالطريقة دي. تمام. كده خلصنا أول جزء اللي هو بتاع الشخص. تمام. ننزل كده ونخلينا نصغر سنة بس نضم، ونروح بقى جايبين دي اهي، ونروح واقفين على اللير دي نعم تفتح البشرة. تمام. ونروح واقفين هنا كده ونعملها كده، شوف تعمل لها سطوع من فوق، تخليها تبقى حية، تخليها بارزة في التصميم. ماشي. هنروح نجيب ايه تاني؟ اليوتيوب. تمام. نروح نجينا هنا كده، تمام، نخليها فوق خالص كده، نروح دايسين سيلكت سبجكت. دي برضو اختصارها هنا زي دي زي دي. في كذا طريقة لقص الصور استخدام السيلكت سبجكت. نروح دايسين كنترول جي، فين دي ديليت، ونقف هنا كده ونقف على دي، نروح مصغرينها كده. طبعا أهم حاجة في كل ترتيب الحاجات دي عشان تبقى ماشية مع دي اهي. ماشي. نخليها تحت، صغر نخليها تحت، نجيب رسمة روتيشن نخليها تحت هنا كده، ونظبطها تحت الشخص كده بالطريقة دي. تمام. برضو فيها سنة بالطريقة دي. تمام. هنروح نجيبها تاني الفيسبوك، كونت الفيسبوك. ماشي. نروح رامينا هنا كده ضم. تمام. ونروح دايسين على سيلكت سبجكت اهي، حددنا برضو العنصر اللي احنا عاوزينه. طبعا قلت لكم الايقونات دي على الموقع بتاع بنترست او موقع ادوبي ستوك او فيليبيك عادي.
كنترول جي في هنا كده، ديليت في هنا كده، مصغرين صغر اسم روتيشن كده ولا تحت الشخص. لازم تطبق ورايا عشان ده لازم تطبق عشان تتعلم بسرعة. كل ما تطبق أكتر كل ما تتعلم بسرعة ويكون عندك إيديك فيها حركة. هنا كده بتخليها بارزة في التصميم قوي ومديها شكل احتراف في التصميم. طبعا اللي أنا بعمله ده زي دي كده أهي، ده شكل جامد جدا. انت بقى عايز اعملها دي حاجة بتاعتك انت، ودي ريتاتش من عندك انت. تمام ماشي. دي كده تمام. يبقى ايه اللي هو الانستجرام ارمي كده، ندوس دون، ندوس select subject ماشي. تحدد لنا العنصر زي ما انتوا شايفين كده، ندوس كنترول جي من الكيبورد وندوس دي ديليت. وفينا كده على اللير، لازم تقف على اللير عشان يحدد معاك. ونروح رامينا هنا كده وندوس روتيشن كده اهي، صغر سنة خليها تحت، ودي صغر سنة. تمام. دايما الحاجة اللي جاية من تحت لازم تبقى صغيرة عشان اللي فوق هي اللي تبقى كبيرة. تمام. صغر دي سنة كده وننزلها تحت. تمام كلام جميل كده. بقى ايه تويتر، ماشي نخش على تويتر اهي، احنا مين هنا وندوس دون عشان يشيل العلامة اللي كانت على الاكس دي، وندوس select subject. طبعا هي لما بتدوس دون تعمل لك دي سمارت اوبجكت، تعملها لك. لو هي مش معمولة لازم تعملها سمارت اوبجكت عشان لو جيت تصغر او تكبر ما تبكسلش معاك، تبقى معاك جامد. تمام. نفس الخطوات اللي بتعملها في اي ايقونة تعملها في الايقونة اللي بعدها. صوت روتيشن كده شكل، صغر شوية كده. طبعا سنة كده خليها تحت. ماشي كلام جميل. في حاجة هنا كده تحت دي عشان تبدأ إحياء للعنصر ده، إن هو في هنا كده، ونخلي دي على دي كده أهي، نصغر دي بنصغر دي لتحت عشان تدينا الشكل ده. تمام. نروح في هنا كده ونخليها بالأسود. ماشي نديلها سنة كده. طبعا لازم نقلل الفلو كده مثلا على 50، خليها على 50. وندوس كليك كده كده، بتدي إحياء للعنصر بشكل احترافي جدا. طبعا دي لازم ترتب الريال عشان يبص كده كده مش مديها شكل الأيقونة مغطية على الأيقونة. تمام. ونروح ننزل تحت كده، شوف كانت مغطية على اليوتيوب، أيقونة اليوتيوب لو ملاحظة. ونروح سايبينها هنا كده في المكان الصح كده. احنا ادينا كليكة كده برزنا التصميم. تمام كده. كده ناقص ايه الأيقونات اللي فوق دي والأيقونة اللي تحت دي اللي هي ايه تعمل لها شكل احترافي دي. هنروح واخدين بكل بساطة دي، هنروح واخدين منها أرض، نشدها لتحت كده، واخدين منها واحدة، ونروح جايين فوق كده وندوس شيفت من الكيبورد وننزل لتحت كده، هتنزل معانا نقلبها لتحت بالطريقة دي وندوس ضغط. تاني حاجة هنعملها احنا مظبطين هنا كده، ونروح واقفين على دي ونروح عاملين لها ماسك، ونروح جايبين أداة الجريديان تول، ونروح جايين من هنا تحت كده اهي، ونشدها كده لحد ما تبقى عاملة
تظبطها انت بطريقتك انت بقى كده. كده ايه، تديلها احياء اكتر في التصميم، تخلي التصميم شكله احترافي. تمام. انت لازم طبعا دي تعمل لها لتحت كده، لازم تبقى جاية بزاوية زي ما هي جاية بزاوية كده. نخش على اللي بعدها ألت زي ما انت ألت ونشد، خليها زي ما هي، نروح واخدينها كده لتحت كده بالطريقة دي. وده سندان، نروح عاملين لها ماسك، ونروح رايحين على الجريدينت ونشد كده. لازم تبقى مخفية من تحت كده شوية عشان تديلها إحياء في التصميم بالطريقة دي كده. تمام. ممكن نخلي دي ندوس عليها كده شوية، نخليها بيضة. ماشي كده تمام. نخش على تويتر، نروح واخدين لها كوبي زي ما بناخد لها الت ونشد، شيفت قصدي، شيفت وننزل تحت بالطريقة دي، نطلعها فوق شوية كده بس كده على عدلة تويتر من فوق. ونروح رايحين على نعملها ماسك، نروح رايحين على الجريدينت. تمام. نروح شادين كده، شدينا كده وخليها فوقيها. تمام. ماشي كده عملنا لها ايه، العناصر زي ما معمولين كده. تمام. الحاجة اللي بعدها اللي هي ايه، الحاجة اللي هي بتدي إحياء في للعناصر دي، اللي هي ايه، نقف كده ونروح مصغرين دي شوية ونخليها أبيض من هنا كده، نروح مديلها نصغر كده ونروح مديلها تكة هنا كده. ماشي، مديلها تكة هنا كده، واحدة كمان كده. كده بتديلها إحياء حتى لو سنة صغيرة كده، تديلها إحياء في التصميم. نخش على الحاجة اللي بعدها، وهي الحاجة اللي بعدها اللي هي الأيقونات دي، وبعد كده نكتب الكتابة دي. هنروح نجيب الأيقونات دي، طبعا برضو قلت لك الأيقونات دي هتلاقيها هنا أهي. الأيقونات دي تكتب زي ما قلت لك وهتلاقيها. طبعا أنا محملهم هنا كده عشان ما نطولش على الفيديو. ونجيب دول كده، نشدها كده في المياه هنا كده، نروح دايسين دون. ماشي ماشي، نروح دايسين سيلكت سبجكت، هتحدد لنا العنصر زي ما هنشوف دلوقتي كده. طبعا متنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. ونروح دايسين كنترول جي ديليت، ونروح مصغرين دي سيكا كده، صغر، نروح جايبين هنا صغر سين، ونطلعها فوق كده شوية، صغر كده. تمام كده. ماشي زي دي اهي، أو ممكن نخلي دي تحت هنا كده ونكبرها كده بالطريقة دي. ماشي، نروح هنا على التانية ونروح جايبين دي فوق، ضم select subject، تحددها عنصر، وبعد كده ناخدها كنترول، وبعد كده ناخدها. طبعا دي هشوف عملت معانا ازاي. نروح واقفين هنا كده زي ما قلنا، نروح واخفينها كده، نسيب كنترول جي. تمام. نروح مصورين دي كده
هنا كده عشان تبقى ايه دي احياء في التصميم. هنا كده كده زي دي بالظبط، نصغرها سنة مثلا. تمام كده. الحاجة التانية اللي هي ايه دول لايك دون select subject. تمام. نعمل كنترول جي في هنا كده وندوس ديليت، نصغر سنة، نصغر، نروح موقفين هنا كده، هنا كده. تمام. نصغر سنة كده، ماشي كده. بقى ايه تاني اللي هي دي. تمام. نخلينا كده نجيب القلب ده، نجيب القلب ده، تنزيل، ناخدها من هنا كده، نرميها هنا، دون select subject. ماشي. نحاول كنترول تحدد اللاير كده، العنصر، نحاول كنترول جي، مصغرين دي كده ونروح واقفين هنا كده ونصغرها سنة، دي هنا كده ونصغر سنة. تمام. ماشي جميل. عايزين بقى نعمل تنويه. ماشي. نروح واقفين على الفلتر، بلور، جازيان بلور، وعاملين على 7، أو ممكن نخليها نصغر سنة كده لحد ما تظهر معانا تبان سيكا كده. ماشي على 2. ودي برضو هنروح واقفين فلتر، بلور، جازيان بلور، هي على 2. ماشي عشان تدي إحياء للتصميم أكتر. تمام. عايزين بقى نكتب بقى الكلام، ونروح واقفين على أداة الكتابة ونروح دايسين ضغط هنا كده، وهنكتب ايه استهدف أمورك صح. تمام. نروح مصغرين كده، خلينا هنا كده، ننزل تحت سنة كده، خليها في نص التصميم كده وندوس ضم. طيب احنا المفروض نخلي دي لون تاني ونخليها لون أصفر اللي هو ده، ونروح واقفين ده على دي لاين تول دي، ونروح واخدين واحدة من هنا كده وندوس شيفت واحنا واخدين عشان يعني يمشي على نفس اللاين، ونقف هنا كده ونديها سنة صغيرة كده، نديها سنة صغيرة كده فوق كده. تمام. وندي اللون ده، ندي اللون ده لون تاني، نخليه مثلا زي اللون ده. نروح واقفين هنا كده على ده دي، نروح واقفين هنا كده ونرمي هنا. تمام كده. استهدف جمهورك صح. بتاع أداة الجريديان دي وننزلها كده. طبعا المفروض نخلي دي تحت كده، خليها باللون ده، خلي. تمام دي زي ما هي. ماشي. نقلل بس بتاعها شوية عشان كده عامل قوي. أيوة كده بالطريقة دي.
تمام. وبكده يكون خلصنا نهاية الفيديو. فما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله هسيب لك لينك الفيديو اللي قلت لك عليه ال7 مواقع، هنسيب لك اللينك تحت في الوصف. فما تنساش اللايك والاشتراك، روح اتفرج على الفيديو هيفيدك كتير جدا جدا. سلام.